اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. ما زلنا نستكمل سلسلة أخطاء وتنبيهات تحدث في الصلاة. اتكلمنا عن موضوعين بخصوص هذا الموضوع. واحد، عدم الطمأنينة وعدم استحضار القلب، وقلنا ايه ان ده خدها معاك على طول في اي صلاة، سواء كانت صلاة فرض او صلاة نافلة، لازم تبقى انت مطمن. واتكلمنا عن موضوع اخر وهو موضوع النظر في الصلاة، ابص فين في الصلاة. هنستكمل هذه السلسلة في موضوعين اخرين. من اسبوعين واحد صاحبي يحكي بيقول لي ايه، بيقول لي انا عندي واحد كل ما اروح اصلي ويلاقي مثلا الامام دخل في الصلاة، سواء الامام ده راكع او ساجد، يروح دخل المسجد ازاي، داخل يعني مثلا شاف الامام راكع فيروح داخل عامل كده اهو، راكع كده على طول، ولو ساجد برضه يسجد على طول. حتى عارف الغلط فين؟ في غلطة هو عملها، ايه هي؟ تكبيرة الإحرام. الله يفتح عليكم. وفي حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني ايه ده؟ يعني هو انت تقدر تيجي تصلي من غير ما انت تكون متوضي؟ صلاتك باطلة على طول. فمفتاح الصلاة الطهور، عشان تصلي وتقبل الصلاة ان شاء الله لازم تكون ايه؟ طاهر، وعشان تكون طاهر لازم تكون متوضي. وتحريمها التكبير، يعني انت اول لما بتخش الصلاة او بتنوي ان انت تصلي لله سبحانه وتعالى بتعمل تكبيرة الإحرام. وتحريمها التكبير يعني إيه؟ يعني يحرم فعل أي شيء من الأمور الدنيوية في الصلاة بمجرد تكبيرة الإحرام. عشان كده اتسمت بالاسم ده. ما ينفعش لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم كلام دنيوي طالما أنت عملت تكبيرة الإحرام دي. تخش الصلاة كده الله أكبر، أول لما عملت كده يحرم فعل أي شيء من الأمور الدنيوية. وتحليلها التسليم، بمجرد ما أنت سلمت خلاص اعمل بقى اللي أنت عايزه، كل اشرب اتكلم في الامور الدنيويه، بس خلي بالك المسجد بلاش تتكلم فيه امور دنيويه. عايز تتكلم في حاجه في الامور الدنيويه اخرج بره المسجد. الصح ان انت طول ما انت عايز تتكلم اتكلم بره المسجد طالما الامور دنيويه. جعل المسجد لذكر الله سبحانه وتعالى فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي الصلاه ثبت عنه فعلين في موضوع تكبيره الاحرام. يعني في موضوع اليد، موضع اليد اللي هو ايه، يعني يقول العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع بحذو اذنيه، كان يعمل ايه؟ الله اكبر. وفي رواية تانية كان يضع بحذو منكبيه، الله أكبر. وايه انت بقى تعمل ايه؟ تنوع ما بين الحاجتين. بعض الناس بيخش ما بيكبرش اصلا، لا لازم ترفع ايدك مع التكبير. يبقى عشان تخش الصلاه حتى لو الامام دخل في ركوع او سجود لازم الاول تجيب تكبيره الاحرام. يعني ما تخشش على طول كده الله اكبر وبعد كده تروح نازل بقى ايه، سواء ركوع او سجود. طيب ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني والله يعني انا نفسي اتكلم عليه من زمان جدا. ابن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تأتي الصلاة يمسح مناكبنا في الصلاة ثم يقول ساووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول لما كان يجي إلى موضع الإمامة يعمل إيه؟ يمسح مناكب الصحابة. هو إيه المنكب ده؟ الحتة دي. المنكب هي العظمة التي تربط ما بين عظمة العضد، هي الحتة دي كده اسمها عظمة العضد، ودي الكتف، هو ده المنكب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ اول لما يخش الصلاه كده يتاكد ان كل الناس واقفه بحذو المناكب، ويقول ساووا صفوفكم. اتاكدوا يا جماعه ان الصف متساوي، ولا تختلفوا، اوعوا تختلفوا. طب لو اختلفنا ايه اللي هيحصل؟ فتختلف قلوبكم. الجماعه لازم تكون الناس ايه؟ مترابطه مع بعضها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صلاه الجماعه تزيد عن صلاه الفرد ايه؟ ب 27 درجه. الموضوع كبير بقى، 27 مره تاخد الثواب. انت متخيل؟ فالموضوع ليس بهين. طيب اسمع بقى الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا 6 حاجات في الموضوع ده: أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تدعوا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. دي حاجة واحدة. طب يعني ايه الكلام ده؟ شوف بقى، ركز بقى في الموضوع ده وهنختم بهذا الحديث ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم اول لما كان بيخش برضه الموضع الامامه يقول ايه؟ اقيموا صفوفكم، يعني اتاكدوا ان الصفوف متساويه. وخدوا بالكم يا جماعه في معلومه هنا، تسويه الصف بكعب القدم، بالكعب مش بالصوابع. الناس خدت الايه؟ الموضوع ان هو
بالصوابع، لا، تسويه الصف بكعب القدم. الصف كله متساوي بالكعب. يتساوي بقى فيه ايه؟ الطفل والكبير والكهل والكبير في السن والصغير. بص، لو حتى لو انت بصيت، لو جالك فرصه تبص للصف من فوق، لو انت سويته بالصوابع هتلاقيه برده مش مستوي، لكن لو انت سويته بالكعب هتلاقيه مستوي 100%. وتاني حاجه، وحاذوا بين المناكب اللي احنا لسه قايلين عنها، وسدوا الخلل. لما يكون في اي حاجه مخله في الصف حاول ان انت تسدها على قد ما تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيكلم المأمومين، ما تسيبوش اي خلل في الصف. ورابع حاجه، لينوا بايدي اخوانكم. يعني ايه؟ يعني مثلا ساعات بتلاحظ كده ايه، انت لما تيجي تصلي تلاقي واحد يروح مشاور لك كده، يقول لك وهو بيصلي يشاور لك كده، يقول لك يعني تعالى كده في مكان فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لين في ايدي اخوه، في ايدي اخوانكم، يعني لا يأنف احدكم ولا يمتنع عن محاذاة الصف. واحد عايز لك الخير وبيقول لك تعالى انا في الصلاه، تعالى في مكان فاضي اهو. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، لا تدعوا فرجات للشيطان. المكان يعني رجل واحد اهي والرجل الثانيه رجلك اهي، لما تسيب المكان فاضي ده فرجه للشيطان. ايه ده؟ هو الشيطان ممكن يخش؟ والله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ممكن يخش في الصلاه، بدليل هقول لك دليل حسي كمان. انت ممكن قلناها برضو المره اللي فاتت، انت ممكن تبقى بره الجامع ما بتفكرش في اي حاجه، تخش تصلي تفتكر كل حاجه، هتفتكر هتجيب ايه للبيت، وهات فينو للعيال، وهات لبن، وهات وبكره مدارس، ده انا عندي مشكله، ده انا اروح اصلح العربيه، ده وانت بتصلي. طب ما انا كنت بره يا جماعه، ده انا ما كنتش فاكر اي حاجات. امتى الحاجات ده؟ من فعل الشيطان، وسوسه. الشيطان وظيفته ان هو يوسوس. دلوقتي انت ما تسيبش فرجه، لينوا بايدي اخوانكم ولا تدعوا فرجات للشيطان. تبقى واقف كده جنب اخوك ايه، رجليك في رجليك كده، والمنكب في المنكب، الكتف في الكتف، ده الصح. ومن وصل صفا وصله الله. طب يعني ايه وصله الله؟ طب ومن قطع صفا قطعه الله. يعني ايه؟ يعني اللي هيعمل كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه ويغفر له ويرحمه. ليه؟ لان انت في نيتك عايز الصلاه تتقبل. فلما تعمل كده وانت مش اناني، اللي هو بقى مش مهم انا، المهم اجي اصلي وخلاص. في بعض الناس لما تيجي تقف جنبيه كده يقعد يحط صوابع رجليه على رجليك، حط رجلك جنب رجلي، بس بسنه النبي، ما تقعدش كل شويه ايه تزنق عليا كده، تمام؟ في بعض الناس بتتضايق بقى من الفعل الصح، انت ما تتضايقش، دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قطع صفا قطعه الله. واحد بقى ايه يخش الجامع كده مش همه بقى ايه الصف اتقطع. يعني في ناس بتبقى بتخش الصلاه بتسرح برضو على فكره. يعني واحد ايه بيخش يصلي كده، يروح ايه مصلي كده ولا بقى واخد باله وفي حد لازق فيه ولا مش لازق فيه. لا، لازم تاخد بالك، يعني الموضوع خطير والله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث في صحيح البخاري، بيقول ايه؟ ساووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. انت لو سويت الصف ايه اللي هيحصل؟ يبقى صلاتك مظبوطه. لذلك انت لو عملت كل ده يبقى انت بتتم الصلاه. اخر حاجه، الكلام ده يا جماعه واجب على كل واحد ان سمعه يوصله. يعني انت مثلا فرضا دلوقتي ايه، انت صليت وبعد ما خلصت عمال تقول له، يعني وانت في الصلاه مثلا وعمال تقول لواحد بالراحه مره واتنين ما عملش، ما وافقش على كلامك، خلاص انت مش هتضربه يعني. بس بعد الصلاه تقول له ايه، حاول كده تكلمه باسلوب بسيط، لان ايه الموضوع ده بيكون محرج شويه. انت ما تشغلش بالك بقى ايه هياخد بكلامك ولا لا، المهم ايه ان انت تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده بيساعد على الخشوع ويساعد على الترابط بين المسلمين. ونرفع الى الله سبحانه وتعالى ايدينا ان يتقبل منا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تتقبل منا صلاتنا. اللهم اجعل افئدتنا خاشعه اليك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. جزاكم الله كل خير.